هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب يكون حلو وتكونوا في احسن حال. وحشتوني قوي قوي قوي، وحشتوني جدا. يا رب تكونوا مبسوطين وفي احسن حال. الفيديو بقى بتاع النهارده منتجات فاضيه خلصتها على اخر تنتوفه. جايه اقول لكم رايي فيها بكل صراحه، وبعد الفيديو هرميها على طول. فمن غير رغي كتير لان ممكن الفيديو يبقى طويل شويه عليكم، فروحوا هاتوا حاجه تشربوها عشان ما تملوش. وقبل ما تبتدي الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا بقى الحاجات الحلوه بتاعتنا، السبسكرايب لو انت جديده، شير لاصحابك عشان يستفيدوا، وكمان تعملوا لي لايكات وكومنتات كتير وتشجعوني وتكتبوا لي رايكم في الفيديوهات وحابين فيديوهات ايه الفتره اللي جايه. يعني قولوا، يعني اتكلموا معايا، احنا عادي، انا برد بجد على كل الكومنتات، مش بسيب كومنت واحد بجد الا لما برد عليه. فاكتبوا لي رايكم وكل حاجه وكل حاجه في دماغكم اكتبوها تحت في الكومنتات وخلونا نبتدي الفيديو. اول حاجه معانا المرطب ده بتاع البشره المختلطه والبشره الدهنيه من انفينيتي. ده كده شكله يا بنات، لو حد عايز ياخده سكرين شوت. قوامه خفيف جدا، يا رب بس يكون في تنتوفه واحده اوريكم القوام. بصوا يا جماعه، هو بجد انا خلصته انا واختي على اخر تنتوفه. قوامه خفيف جدا جدا جدا. حجمه 50 ملي. سعره كام؟ ب 110 120، هتلاقوه في الرينج ده. قوامه خفيف، بيرطب البشره حلو جدا، لايت ومش بيلزق البشره، مناسب جدا في اجواء الصيف اللي احنا فيها دي. وكمان مش اللي هو بتحس ان هو مش بيدهن كده البشره او بيخليها مزيته. لا، حلو جدا وخفيف، والبشره كمان بتتشربه بسرعه. فده يا جماعه بصراحه حلو جدا جدا في اجواء الصيف اللي احنا فيها، ومناسب جدا للبشره المختلطه والبشره الدهنيه. اللي بعد كده الشامبو ده من كلاري، فاضل فيه تنتوفه قد كده قد كده بالظبط فخلاص قرب يخلص، فانا قلت اعمل لكم عليه ريفيو بقى، الفول ريفيو. مناسب جدا لفروه الراس اللي هي كمان دهنيه، لان هو بينضف فروه الراس حلو قوي قوي قوي. كمان مناسب جدا للشعر اللي تالف والشعر اللي متدمر من الحراره والبروتين والفرد والحاجات اللي انتوا بتعملوها بجد اللي بتدمر الشعر دي. مناسب جدا جدا، بينضف فروه الراس حلو قوي، مش بينشفها. لذيذ وخفيف جدا برده في اجواء الصيف اللي احنا فيها. وكمان عايزه اقول لكم ان هو فيه ارجان اويل، وكمان فيه كيراتين وجرين كوفي، فهو حلو جدا. وكمان خالي من السلفيت والبارابين والسيليكون، حلو قوي قوي. جماعه احنا في الصيف بنبقى محتاجين شامبو خالي من السلفيت وشامبو فيه سلفيت. بعد كده بقى الهير ماسك بتاع فيفلين. بصوا انا خلصته على اخر تنتوفه. لسه مخلصاه امبارح، فانا قلت بقى خلاص بقى كده جه الوقت المناسب اللي انا اعمل لكم عليه فيديو. بصوا بقى، هو حلو جدا 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 كترطيب الشعر. اللاين اللي معايا ده المفروض ان هو للشعر اللي هو اللي مثلا الشعر اللي شعرك متدمر، اللي هو بيعيد تصليح الشعر. هو من الاخر يعني هو بيعيد تصليح الشعر. المهم يا جماعه ترطيبه حلو جدا. اول ما بتحطيه على شعرك 5 دقايق بالظبط وتلاقي شعرك كله اتسلك وبقى فلافي وناعم وكل حاجه. مشكلته ان هو بس غالي شويتين 3، سعره 500 وشويه. انا كنت جايباه في عرض ب 400 وشويه. حلو جدا في ترطيبه وكل حاجه. بس يا جماعه انا دايما بقول وبحس ان الحاجات الغاليه في منها بدائل كتير جدا رخيصه. فممكن لو حابين نعمل فيديو مثلا حاجات بدائل رخيصه عن المنتجات الغاليه، بكتبوا لي تحت في الكومنتات. حلو جدا في ترطيب الشعر وكل حاجه، بس في منه بديل رخيص يا جماعه، بجد في منه بديل رخيص واسعارهم بتبقى حلوه. يعني ممكن نجيب مثلا في رينج مثلا تحت ال 100 فوق ال 100 بشويه كده، لكن ده ب 500 وشويه يعني لا. يعني هو بصوا ما يستاهلش بصراحه الضجه الافوره اللي هم عاملين عليها قوي دي. هو كترطيب حلو، حلو جدا 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 بجد، وبيخلي شعرك دايم. في الترطيب بتاعه حلو قوي قوي قوي. بس سعره بصراحه غالي، انا حاسه ان انا يعني لا، يعني لو معايا ميزانيه هروح اجيبه كزياده ترفيه وكده، وانا بحب عامه يعني بحب اكافئ نفسي من فتره للتانيه. لكن لو معيش ميزانيه خلاص انت مش مجبره خالص ان انت يعني تروحي تنزلي تشتريه دلوقتي حالا يعني. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات لو عايزين حاجات رخيصه، يبقى اكتبوا لي تحت برده في الكومنتات. فده حلو يا جماعه، بس انا مش حاسه ان انا عايزه اجيبه تاني. الغسول ده مش اول ولا تاني ولا تالت ولا رابع ولا خامس حتى علبه، ده يمكن العلبه ال15 العلبه ال17، مخلصه منه كميه كبيره جدا. ده الغسول بتاع ستارفيل الوايتنج يا جماعه. انا جربت ده وجربت اللي هو الازرق، الاتنين تحفه. الازرق بتاعه مناسب اكتر لو انت بشرتك معرضه للحبوب الحاجات دي، لكن ده مناسب دايما لكل انواع البشره. مش بيحسس البشره، قوامه حلو، نقطه منه بترغي البشره ولذيذ جدا
جدا جدا. خفيف قوي في اجواء الصيف اللي احنا فيها دي. بيعمل وايتنج للبشره، كان بيعمل برايت كده للاضاءه شويه. بتحسي ان بشرتك كده بيشيل الغمامه اللي بيبقى عليها زي ما بيقولوا. مناسب جدا لكل انواع البشره. كمان في الارفر بيوتي اللي بتساعد على تفتيح لون البشره، وده شكله يا بنات. انا طبعا هريتكم بين اللي هو بتاع ستارف ده، هريتكم بجد كلام عليه لان هو بجد تحفه ويستاهل كل جنيه يدفع فيه. وكمان اللي هو مكتوب عليه فيس اند بودي، يعني انت ممكن ينفع تستخدميه كلبشرتك وينفع تستخدميه كجسمك، زي الشاور كده تغسلي بيه جسمك يوميا. حلو جدا جدا جدا. بعد كده السيرم ده من ديرماتين اللي هو السانتيلا يا جماعه، تحفه. سعره كان ب 220 جنيه. في سانتيلا 5%، وفي 3 انواع من السيراميد و1% هيلورونيك اسيد. حلو جدا جدا جدا. فايده السانتيلا بتعمل ايه؟ انا كنت دايما يا جماعه لما كنت بنزل شغل كنت برجع بجد وشي ده حرفيا خلاص وانا مش طايقاه، بيلسع قوي. فده كنت بعمل بقى الروتين بتاعي، بغسل وشي ويبقى وشي مثلا مندي شويه حاجات بسيطه، واحط عليه السانتيلا وابدا احط بقى المرطب. بجد كان بيهدي البشره بتاعتي، حلو جدا من الاحمرار والالتهابات والحاجات اللي بتبقى فيه. فده بالنسبه لي حلو جدا من الحاجات يا جماعه اللي انا هرجع اجيبها تاني، لان هو حلو قوي قوي في الصيف. وكمان ترطيبه حلو جدا. وعايزه اقول لكم ده البديل المصري للمنتج الكوري اللي هو سكين 1004 ده اللي هو بتاع السانتيلا، بيدي الجلو. حاجات الكوري يا جماعه كلها بتدي جلو كل حاجه، لكن ده البديل المصري بتاعه حلو جدا، بيدي جلو وترطيب حلو قوي قوي. اكتر بلسم انا حبيته فعلا وترطيبه للشعر كان حلو قوي قوي، ومستعده ان انا اجيبه كل شويه، وهو بتاع الفور ماي هير ده يا جماعه. شكله بصوا طبعا انا مقصقصه العلبه وجايبه اخرها، هو بجد تحفه. ترطيبه للشعر حلو جدا، وقوامه حلو قوي، بيسلك الشعر وبيرطب الشعر وبيخلي الشعرايه حلوه جدا ومترطبه. وكمان بيهدي ميل الهيشان، ودي احلى حاجه فيه. ريحته كمان خطيره خطيره خطيره. الحجم بتاعه والله يا جماعه مش عارفه، بس انا عشان انا مقصقصه العلبه فانا بجد مش عارفه، بس تقريبا 250 مللي. هتلاقوه في الرينج ده اللي هو 250 مللي، مش سعره اللي هو حجم العلبه. بصراحه مش فاكره بصراحه سعره كان كام، بس هو كترطيب للشعر حلو جدا. وده بيبقى شكلهم لو حد عايز ياخده سكرين شوت. بغض النظر وعن بشاعه المنظر، بس جات عليا وقت كانت حلوه جدا، ودلوقتي بالنسبه لي ما بقتش ألذ حاجه. فانا بالنسبه لي دول خلاص مش هجيبهم تاني ومش هستعملهم تاني وهرميهم. بصراحه انا هرميهم علشان يعني خلاص يعني بجد يعني مش مناسبين معايا. وانا كان معايا بزيت النعناع، حاسه ان هو ما كانش باين معايا اي حاجه. ومعايا زيت اكليل الجبل، زيت الروزماري بتاعهم حلو قوي وفرق مع شعري. بس خلاص يعني هو فاضل فيه تنتوفه تقريبا من تحت كده، انا مش هستخدمها تاني خلاص. وكان معايا زيت اللوز الحلو. حتى الباكج بتاعتهم بصوا اللي هو بتربي بكتيريا. لو انتوا بصوا شايفين، بصوا المنظر بجد يعني اسفه جدا عن بشاعه المنظر، بس نوعيه الباكج بتاعتهم بتربي بكتيريا، وانا ما بحبش نوعيه الباكج دي خالص خالص خالص. مع ان انا عايزه اقول لكم انا ببقى شايلهم في درج، يعني مش واصل لهم تراب قوي كده. بس بصوا يا جماعه بجد الباكج، بصوا اصلا الحته اللي بينزل منها الزيت عامه، بصوا بتربي بكتيريا بشكل مش طبيعي. فانا بصراحه مش هجيبهم تاني ومش هستعملهم خلاص تاني. دول بصراحه بعد الفيديو انا حرفيا هرميهم، كل المنتجات دي هتترمي خلاص. اللي بعد كده الكريم بتاع ستارف اللي هو الوايتنج ده يا جماعه، تحفه جدا في ترطيب البشره، الجسم، اي حته في جسمك. وكمان مع الاستمرار ومع ان انت تدهنيه كل شويه بيفتح يا جماعه المنطقه. بجد بجد تحفه تحفه تحفه، ويستاهل كل جنيه دفع فيه. انا كنت اخر مره كنت جايباه 100 جنيه، ب 110 هتلاقوه في الرينج ده. لو زاد قوي ممكن تلاقوه مثلا ب 130. حاجات ستارف اللي يا جماعه مش من الحاجات اللي هي الغاليه، ولو جبتيه مع الغسول بتاعه بجد هيبقى ميكس كده كومبو مع بعض حلو جدا في تفتيح لون البشره، حلو قوي قوي. انا مش عارفه بجد يعني عايزه اوريكم القوام بتاعه، بس هو مفيش حته تنتوفه منه. حلو جدا 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 في ترطيب، بيفتح بقى الاندر ارم، البيكيني، اي حته غامقه في جسمك هيفتح. من اكتر الحاجات اللي انا جبتها وندمت عليها وما استخدمتهاش بصراحه، عشان نكون برضو للامانه كده انا ما استخدمتوش. بصوا لسه مليان، ما جابش معايا اي حاجه. هو مكتوب عليه بقى ان هو بيعالج فروه الشعر وبيطول الشعر وبيملى الفراغات، خالص ما بيعملش اي حاجه. بامانه ما بيعملش اي حاجه. فعشان كده انا سايباه بقالي فتره كبيره، وحاسه تقريبا ان هو اصلا شبه انتهى الصلاحيه. حتى الباكج بتاعتهم يا جماعه مش ألذ حاجه بصراحه، يعني الباكج بتاعتهم مش ألذ حاجه. بلس كمان ان ريحه الزيت بتاعتهم مش حلوه، تحس ان هم مخلطين زيوت كتير قوي على بعض، فعامله ريحه كده اسفه يعني في الريحه، بس هي ريحه وحشه جدا 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 جدا.
كانها بجد ريحه مش الطف حاجه ومش هتحبيها على شعرك وكمان بتشبك في الشعر. فانا بصراحه هرميه ومش هجيبه تاني. فده بيبقى شكله يا جماعه بجد من اوحش الحاجات اللي انا بجد جبتها في حياتي. اللي بعد كده اللونة اللي هو ده يا جماعه اللي هو يعتبر البادي باتر بتاعتهم تحفه تحفه تحفه. بصوا انا كنت مخلصه نصها وكان فاضل بصراحه نصها زي ما انتم شايفين، بس للاسف هي انتهت الصلاحيه فهرميها للاسف للاسف. بس بجد بجد من الحاجات اللي كانت حلوه جدا 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 لترطيب الركب الاكواع الحاجات دي يا جماعه تحفه تحفه تحفه. من الحاجات بجد حلوه جدا وكان سعرها عبيط قوي، كان سعرها مثلا ب 35 45 جنيه هتلاقوه في الرينج ده. من اكتر انواع البودي لوشن اللي انا كنت بحبها موت بطريقه كده مش طبيعيه، وكان سعر دي كلها كانت ب 25 جنيه، لو زادت قوي ممكن تلاقوه ب 45 جنيه. حلو جدا. ده الهاند اند بودي الكوكا باتر بتاعت لونا تحفه يا جماعه. ترطيبه للجسم حلو قوي. لو انت بتحبي بقى زبده الشيا وريحه الجوز الهند الاتنين مع بعض حلوين جدا، ريحتهم مش قويه لذيذه جدا وبيرطبوا الجسم حلو قوي. عيبهم بس الوحيد اللي ممكن تحسي انه بيلزق شويه الجسم، بس بعد دقيقه دقيقتين كده الدنيا بتبقى لذيذه جدا. حلو جدا في ترطيب الايد الركب الاكواع الحاجات دي حلو قوي. كبادي لوشن للجسم حلو برده ماشي معاكي. بالنسبه لي برده من الحاجات اللي انا بحبها جدا. ما بيبقى معايا مثلا ميزانيه او فعلا اللي خلاص الفلوس خلصت بروح مثلا اشتري منه لان هو بجد حلو جدا ولذيذ قوي. الكريم ده من جلايسوليت تحفه يا جماعه في ترطيب الركب والاكواع حلو جدا جدا جدا. قوامه تقيل قوي قوي قوي. انا كنت جايبه السايز الصغير علشان اجربه بس بصراحه يا جماعه طلع تحفه تحفه تحفه. روحوا هاتوا منه الكبير قوامه تقيل جدا بس عايزه اقول لكم ان نتيجه الترطيب بتاعته هايله فوق ما تتخيلوا. المخدر ده بتاع برودوكاين هتلاقوه في كل الصيدليات. انا بحبه جدا. لو انت بقى من الناس اللي بتعمل سويت بتعمل ليزر لازم بنبقى بنحط قبلها مثلا في اماكن مثلا زي الاندر ارم البيكيني لازم نحط قبلها مخدر عشان ما تحسيش بالوجع او اي حاجه. بس طبعا لازم يتغسل ما بيتمسحش عشان بس لو هتجيبوه تستعملوه قبل مثلا ما تعملي اي حاجه لازم يتغسل ما يتمسحش. كان سعره حوالي 50 جنيه او حاجه في الرينج ده تقريبا يعني ما اعتقد يعني. حلو جدا في التخدير بتاعه لذيذ قوي. الديودرانت ده من ايفون اللي هو فاراواي. انا بجيب الديودرانت ده وقت مثلا ما بيكونش معايا ميزانيه يا جماعه والله. بيقضي الغرض عملي وسعره بسيط تحت ال 100 جنيه. بيقولوا بيمشي الدنيا. عارفين اللي لما تجيبوا حاجه كده تمشي بيها مثلا اخر الشهر والحاجات دي هي ده بالظبط بجد. انا بجيبه وقت مثلا ما بكون مثلا معيش ميزانيه او فعلا خلاص الفلوس خلصت وكده فانا بجيبه عادي جدا والدنيا بتبقى لذيذه وشغال معايا وعملي بصراحه يعني هو لذيذ شغال. بس طبعا في طبعا ان هو في انواع احسن منه بكتير. اللي بعد كده السيروم هيالورونيك اسيد من دكتور راشيل يا جماعه لا ما تجيبوش بصراحه. هو كنت جايباه 150 جنيه حاجه يعني لا ما يستاهلش. عايزه اقول لكم ده اكبر حجم سيروم انا ممكن اجيبه في حياتي. هو حجمه كبير قوي 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 يعني. انا كنت اول مره بجد اشوف السايز ده 100 مللي من سيروم. دي كانت حاجه بالنسبه لي جديده قوي. بصوا انا كنت اخر مره كنت جايباها زي ما قلت لكم 150 جنيه. حاليا هتلاقوا سعره عدى. فبالنسبه لي روحوا هاتوا بتاع ديرماتين احلى من دكتور راشيل بجد. دكتور راشيل ده لو لقيتوه بتفوا عليه بجد وامشوا بجد وحش جدا 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 وما يتجابش خالص. انا مخلصاه لاخر نقطه علشان اللي هو لما اجي اديكوا الريفيو يبقى ريفيو كامل متكامل مش ناقص اي حاجه. ترتيبه يعني ساعه بجد. هو كان ساعه لكن بتاع ديرماتين يا جماعه تحفه واستنوا الريفيو عليه. بصوا ده بالنسبه لي لا ومش هجيبه تاني خالص. الزيت ده بتاع ايميليا اللي هو بتاع الضوافر بالنسبه لي ما كانش بيعمل اي حاجه. في ناس بالنسبه لها كان كويس ولذيذ وبيرطب وبيطول وبيقوي. بحس الحاجات دي ما بتعملش معايا انا كاي نتيجه او يمكن انا ما كنتش مثلا مستمره بصراحه بس انا ما اعرفش. انا بالنسبه لي انا مش هجيبه تاني. ده بتاع ايميليا مش هجيبه تاني ولا ما يستاهلش. وكمان بيزيت قوي الايد كده فانا ما بحبش الحاجات اللي هي بتخلي الايد مزيته كده بتخليني متوتره دايما. فانا ده بالنسبه لي لا انا مش هجيبه تاني. حاجه يا جماعه لما نجيب زيت نستخدمه لاخر نقطه لان هو بجد بتبقى حلوه قوي. ده الزيت اللي هو الهندي اللي انا بقول لكم عليه ما بعرفش انطق اسمه ده اصلا. ده انتهى الصلاحيه يا جماعه. انا بجد يعني بجد مش عارفه بجد انا بعمل في نفسي. انا حاسه ان انا لو انا لاقيه فلوسي يا جماعه في الارض والله بجد انا مش عارفه وانا لاقيه بجد فلوسي في الارض يعني مش كده
يعني انا بنسى بجد ان انا بيبقى عندي منتجات، فعشان كده الفتره دي بقيت اطلع المنتجات اللي عندي القديمه واعرف ايه اللي يعني ايه القديم وايه الجديد والحاجات دي. فعشان خاطري بجد بجد يعني عشان خاطر يا جماعه لما حد يجيب حاجه اوعوا مثلا تركنوها وتجيبوا حاجه جديده، خلصوها خالص وبعدين روحوا هاتوا حاجه جديده. فده كان حلو جدا. ده زيت الاطاله اللي هو 8 سنتي، حلو قوي قوي قوي، بس لما تجيبوه هاتوا منه الاصلي لان بقى فيه منه المضروب كتير جدا جدا جدا. حلو جدا يا جماعه في تطويل الشعر. كنت بعمله مرتين في الاسبوع حمام زيت، كنت باخد كده مثلا حبه على ايدي وبعمل بيه مساج لفروه الراس، كان حلو قوي قوي. وبدخل اغسل شعري بشامبو فيه سلفيت عشان ينضف مكان الزيت. فهو بصراحه حلو جدا ونتيجته كانت حلوه قوي. اكتر انواع السيرم اللي بطلع عينها معايا الادفانس تكنيك ده من ايفو اللي هو بزيت الارجان، تحفه، قوامه خفيف بيرطب الشعر حلو جدا. حجمه كمان الحجم ده انا بحبه قوي، اللي هو الحجم تقريبا ال 30 او ال 50 مللي، او لا ده ال 30 مللي. حجمه كويس جدا، ترطيبه للشعر حلو قوي. سعره هتلاقوه ب 200 وشويه، هتلاقوه تقريبا او اقل كمان من 200 190 يعني ان شاء الله يكون في الرينج ده. حلو جدا، بيرطب الشعر حلو قوي، بيهدي من الهشام، بيدي لمعه وشاين للشعر، تحفه 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 تحفه. فده من الحاجات اللي ده مهما ما بتخلص، بصوا مخلصاها على اخر تنتوفه، كل ما بيخلص انا كل ما برجع اشتري تاني لان هو حلو قوي قوي قوي. بيب اويل ده بتاع ايفون يا جماعه، انا ده كل ما بيخلص كل ما برجع اشتري تاني لان هو بجد تحفه، بيدي لون بينك كده خفيف وشاين وترطيب للشفايف حلو قوي. كمان هو بيحتوي على الارجان اويل، فهو ترطيبه وطعمه بقى خطير بجد، هو طعمه فعلا بجد حلو قوي. انا ده من اكتر انواع الليب اويل اللي انا بحبها قوي 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 يا جماعه، ومش مخلصه منه علبه ولا اتنين، انا مخلصه منه حوالي 4 5 علب بجد، هو حلو قوي. من اكتر انواع الليب بالم اللي انا ابتديت بيها على اليوتيوب بجد، من اكتر الحاجات اللي انا بحبها جدا، حلوه قوي وسعرها ب 25 30 جنيه. سايز بتاعها صغير بس بجد ترطيبها والجلوس اللي هي بتديه حلو جدا. ينفع تستخدميها كليب بالم، ينفع تستخدميها كليب جلوس مع ليب لاير، هيبقى كومبو 10 على 10. سعرها بجد حلو جدا وترطيبها للشفايف حلوه قوي. كريم العين ده بتاع تيلو فيل اللي زهقتكم منه، خلصته على اخر تنتوفه يا جماعه وخلاص طلع عينه معايا. من الكريمات اللي بترطب تحت العين حلوه قوي، وكمان بتهدي من الانتفاخات. حضرتك لو انت معيطه ومتطفلحه عياط قبلها بيوم، اصحي قبل مثلا ما هتنزلي، اصحي قبلها بساعه، حطي الكريم ده بيهدي من الانتفاخات وبيقلل الدنيا جدا، وكمان بيفتح شويه صغننين جدا من الهالات السوداء. فبالنسبه لي حلو قوي قوي قوي، برضو حاسه ان انا هرجع اشتريه تاني. سعره كان ب100 وشويه، من الحاجات يا جماعه الحلوه جدا، بس استعملوه بقى وانتوا حاطينه في التلاجة، يعني الحته دي بتبقى ساقعه بقى كده، لما دي بتسقع بتهدي جدا جدا بجد من الانتفاخات. بعد كده البرفيوم ده بتاع الشعر من ايفون، ريحته حلوه قوي قوي. ده كانت بتاعت ريحه اللي هي توداي تومورو، حلوه قوي قوي يا جماعه، كان بتفضل ثابته في الشعر وحلوه جدا وبتدي ريفرش كده حلو قوي للشعر. الليب بالم دي من ايفا سانسي، جبتها وما استخدمتهاش لان هي بجد طعمها ممرر قوي لما بتيجي هي ترطيبها حلو جدا وبتحمي من اشعه الشمس، فيها اس بي اف 15، ولكن لما بتيجي في بقكم طعمها ممرر جدا جدا جدا، وما انصحش بيها اي حد. يعني انت لو حباها روحي هاتيها. كان سعرها ب 60 جنيه. حاجه معانا الجل ده بتاع كانتو. جماعه لما نجيب جل نخلصه يا جماعه على الاخر بجد، ده حجمه كبير جدا يا جماعه، قعد معايا وقت طويل قوي. كنت جايباه بقالي فتره كبيره جدا، بس للاسف هو انتهى الصلاحيه فهيتكب، مش هستخدمه. اوعوا يا جماعه تستخدموا حاجه منتهيه الصلاحيه، سواء لشعركم لبشرتكم لجسمكم. انا بجد ما برشحش خالص فكره ان حد يستخدم حاجه منتهيه الصلاحيه لاي حاجه، يعني مثلا لشعر والبشره. لا يا جماعه، حاجه بتاعت الصلاحيه خلاص ارموها، يعني خلاص، يعني احنا نسيناها، مش هنكرر الغلط ده تاني ان احنا نجيب الحاجه وننساها، هنستخدمها للاخر وبعدين نروح نشتري حاجه جديده. لكن ما تستخدموش بجد حاجه منتهيه الصلاحيه، ده انتهى الصلاحيه خلاص مش هستخدمه تاني. وبس كده يعتبر انا كده خلصت كل المنتجات، زي كده ديكلاترنج كده للحاجات اللي عندي. فبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.